السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فيديو جديد في يوميات وفاء ودينا. فيديو ايه مع الكفتة اهو يا جماعة، زي ما انتم شايفين انا عملتها قبل كده في الكبة، واللي عنده لحمة عايز يعملها وتكون اللحمة صغيرة وخايف يعمل الكفتة تفك منه، هيحط معاه شوية مكرونة شوية شعرية، هتمسك الكفتة وتخليها جامدة جدا. خلي بالكم في الطريقة دي يا جماعة. حتى انا عاملة فيديو قبل كده كنت حاطة فيه المكرونة شعرية اللي انت عايزاه. مادام انت عندك لحمة، في ناس كتير بيبقى عندها لحمة بس عارفة ان اللحمة دي صغيرة وعايزة تفرم منها تعملها للكفتة، سهلة جدا ان انت تحطي شوية شعرية او شوية مكرونة، اي مكرونة عندك هتمسك لك بقى. لو اللحمه فعلا كانت عندك وعايزه تاخدي منها وتفرمي، تعملي ايه كفته كده في البيت، تعملي ايه، تروحي واخده شويه شعريه او شويه مكرونه، هتخليها لك تحفه. تعمليها وتحمريها وتحطيها في التسبيكه بتاعتها، مش هتلاقيها فكت منك خالص مادام حطيتي عليها شويه شعريه او شويه مكرونه، مادام اللحمه صغيره. وبرده عادي حتى لو اللحمه، لو انت ما جيتي تعملي الكفته في البيت ما عندكيش الرز اللي يكفي، هتكملي عليه بشويه شعريه او شويه مكرونه برده، مفيش مشكله. يعني عندي كوبايه رز وعايزه اعمل كوبايتين وما لقيتش الا كوبايه رز واحده، طب ما انا اكمل عليها بشويه مكرونه شويه شعريه واعمل الكفته برده في البيت زي ما انتم شايفين كده يا جماعه. تبقى جميله جدا. ما فيش فرق ان انت حاطه خالص كلها رز او كلها حاطه عليها شويه مكرونه او شويه شعريه، ما فيش خالص، ما فيش فرق. انت كده كده بتطحني المكرونه او شويه الشعريه تعمليهم في الكبه في المطحنه الصغيره وتضيفيهم على الرز اللي انت عاملاه والحاجه كلها وتقلبيها عادي، مش هتلاقي فيها فرق خالص. حبيت اوريكم الكفته واقول لكم سهله ان انت تعمليها بشويه مكرونه او شويه شعريه وتكمليها مع كوبايه رز وخلاص. جميله جدا. حبيت اصبحها بس الاول كده واوريها لكم قبل ما اخش ايه ونحمرها ونظبط لها بقى، نظبط الدنيا بتاعتها. شويه رز بشعريه جنبها تحفه اهو. هرجع لكم يا جماعه تاني. عملنا الكفته اهي يا جماعه، حمرناها وحطيناها في الصلصه اهي زي ما انتم شايفين، بسم الله ما شاء الله اهي. طب هنعمل ايه جنبها؟ اهم حاجه جنب الكفته يا جماعه ايه؟ يا صلصتها لسه خفيفه هتتقل طبعا، مش هنخليها كده، تاخد لها غلوتين كده وبندفع عليها بعد كده اهو زي ما انتم شايفين. وعملنا طبق رز بشعريه اهو، اهم حاجه اهو زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. اهم حاجه جنب الكفته الرز ابو شعريه معروف يعني اهو. عايزه تعمليه ابيض هتعمليه، عايزه تعمليه كده بشعريه هتعمليه برضو، حاجه ترجع لك انتي، مفيش اي مشكله خالص.
اللي انت عايزاه هتعمليه اهو. شايفينه جميل؟ بصوا مفلفل ازاي، حلو حلو جدا. اللي انت عايزه تعمليه اعمليه. وفي ناس ما بتعملش رز بتاكلها بالعيش، برضو حاجه ترجع لكم، حاجه يا جماعه ترجع لكم اهو. اللي بيحب كده هيعمل، اللي بيحب ابيض هيعمل، رز بشعريه هتعملي، عايزه هتاكليها بالعيش برضو. في ناس بتحب الكفته بالعيش اهو. قلنا لها بايه برضو؟ ببصلايه. خلوا بالكم حطينا بصله للكفته للتسبيكه بتاعتها، مش بالثوم، لان هي طبيعي واحنا بنفرم اللي بنعمل الكفته بنحط فيها فصين 3 كوب توم. معلش، حطينا توم معاها واحنا بنفرم الكفته بتحطي توم. فلما بنيجي نسبك لها بسبك لها ببصله، مش بسبك لها بتوم خالص اهو. اهو قدامكم، مش عايزه اقرب عشان البخار والصح. بصوا نسيبها بقى ايه، بتاخد غلوتين 3 اهوت. كل ما ارفع التليفون لفوق شويه هي بتبان اكتر اهو. لسه حطاها، طبعا بتبقى تقيله يا جماعه، ما بتبقاش خفيفه كده. انت بتسيبيها لحد ايه ما تتقل زي ما انت عايزه تخليها خفيفه. اللي هياكلها على الرز طبعا ما بيتقلهاش قوي، لان ايه بتحط منها على الرز عشان ما تبقاش ناشفه قوي. بس هي كده لسه برضو هتاخد غلوتين اهو. هنطفي ايه وهنطفي عليها. انا حبيت اوريها لكم الاول اهي. هسيبها انا دلوقتي واهو. هنطفي على الرز برضو، هنطفي على الكفته. هي كده خلاص كفايه، انا مش هسيبها ايه اكتر من كده بصراحه. لا هطفيها، طفيت اهو. ما بغطيهاش قوي، لازم اسيبها ايه متهويه كده شويه. انا كده ايه طفيت عليها اهو، وطفيت على الرز اتهوى اهو شويه الرز. وبرده بسيبه كده ايه اهو زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. وده كان الفيديو بتاع ايه بتاع النهارده، الكفته والرز اهو. هقول لكم ايه، شوف استنونا ان شاء الله فيديوهات تانية كتير في يوميات وفاء ودينا. وده الكفته. هقول لكم ايه، السلام عليكم.